محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بدأت الكتاب يعني قبل عدة أشهر. الأفكار موجودة طبعا، لكن في تاريخ 9 2024 يعني سافرت إلى نيوم لمدة 5 أسابيع تقريبا. وفي منتصف الليل لما هاجمني شبح الاكتئاب أو الخيال أو القلق أو الأرق، صممت ان انا اهدي ابناء اولادي بناتي وولدي كنز ثمين، وهو عباره عن رحله انا عشتها خلال يعني 43 سنه من عمري. فهذه خضره من المشاعر الانسانيه الرحيمه السماويه والطفوليه. فبدات في تدوينها وكتبتها، والحمد لله رب العالمين وفقت في تدوينها وكتابتها. وبعدها فكرت ان انا اوضع قصص وبعض الخطب اللي اعجبتني في التوست ماستر، وهي مكتوبه وموجوده طبعا. فأخذتها وضميتها إلى هذا الكتاب من قتل مشاعرك. مختصر الكتاب هو: لن يستطيع أحد أن يعتدي على مشاعرك أو يقتل مشاعرك إلا أنت نفسك. ولهذا يعني الفكرة، يعني الكتاب يتكون من 52 موضوع مختلف: النسخة الأصلية، الهروب، من قتل مشاعرك، كيف قتل خيالك، يعني متنوعة. حبيت أجمع كل خبرتي يعني وما تربينا عليه من الأصدقاء والشباب. بعدها طبعت الكتاب، والحمد لله رب العالمين وفقت من استشارة الناس إلى أن وصلت طبعا إلى مكتبة خيال، التي أكون لها يعني الشكر والتقدير على هذا الجهد وهذا الإبداع وهذا التصميم حقيقة، والعمل بحب ويعني احتضان ما شاء الله على يعني القائم على مكتبة خيال. الآن لما أتكلم قد يعتقد البعض أن أنا بجامل لأنهم صنعوا هذا الجمال. الحقيقة أنا وجدت هذا الجمال في يعني كتاب الكلمة الطيبة لحسين الدخيل، وكذا كتاب يعني شفتهم ايش يسووا في هذا المجتمع. لكن انا اقبل جباههم الطيبه والكريمه والطاهره، واشكر كل شخص يعني جاء الى مكتبه خيال وقدم الدعم الروحي والنفسي والمعنوي. كل من وصل هذه الليله او قدم رسائل بالكلام او بالصوت او بالواتساب، يعني هو بالنسبة لي مصدر للحب والسعادة والتقدير والفخر والعز. كل من وقف بجانبي أو بكلمة أو برسالة أو دعاء، كل الشكر إلى الجميع. ويعني في الختام شكرا، وأتمنى إلى الجميع أن المشاعر قد تمرض لكنها لا تموت. أحسنت حبيبي، أحسنت.